طبعا كنا عملنا تحصينات قبل كده واتكلمنا قبل كده عن تحصينات الأغنام، واحنا ماشيين معاكم خطوة بخطوة، وماشيين معاكم تحصنوا ايه وما تحصنوش ايه وايه اللي المفروض يتحصن. طبعا كنا حصلنا قبل كده جدر الأغنام، وكنا حصلنا الثمان أمراض وعطينا جرعة منشطة للثمان أمراض، وبعد كده عطينا جدر الأغنام. ان شاء الله تحصينات اللينكات دي كلها هسيبها لكم في التعليقات، لو حد عايز يعرف التحصينات من الاول وجدول التحصينات هسيبه في التعليقات. فالنهارده معانا تحصين جديد ومعانا تحصين تاني. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تحصين اللي هو لسه ناقص محصلناهوش. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وتشترك في القناه. طبعا ان شاء الله معانا النهارده تحصين الحمى الكلاعيه. طب حد هيقول لي يا عم اسلام ولا استاذ اسلام، هي الحمى الكلاعيه بتيجي في الغنم؟ هقول لك طبعا الحمى الكلاعيه بتيجي في الغنم، هي ما بتجيش شرسه في الغنم، يعني ما بتجيش زي البقر، بس طبعا بتيجي. طب انا عندي مثلا هنا غنم وعندي بره بقر، طب ما هي لو جت للغنم هتنقل لي للبقر حتى لو انا محصن البقر. فالمكان كله لازم يكون اول باول متنظف، لازم يكون اول باول جميع سواء بقر سواء جاموس سواء غنم واخد كافة تحصينات. طب هل الحمى الكلاعيه دي بتيجي لوحدها؟ طبعا الحمى الكلاعيه بتيجي وبيجي معاها الوادي المتصدع، دول تحصينين اتنين اهمت مع بعض بيجوا الغنم تاخدهم. طيب انا حد كل قد ايه الغنم؟ حضرتك المفروض تدي كل 4 شهور الحمى الكلاعيه، يعني كل 4 شهور تدي الغنم جرعه. طيب انا مش حد كل 4 شهور، يبقى اشتغل على السنه مرتين، قبل الصيف وقبل الشتاء. يبقى احنا كده معانا ايه مرتين في السنه ان شاء الله، ربنا يفديك وتبقى حاله كويسه. طبعا احنا هدفنا كله في الاول وفي الاخر عايزين حاله القطيع تكون زي ما حضرتك شايف كده، تكون النعجه واقفه بصحتها. النعجه لما ربنا يكرمها وتولد تبقى ايه؟ تبقى بصحتها، او عيالها يبقوا متحصنين. ما هم هيتحصنوا ازاي؟ ما انا لما احصن الام العيل هيشد من المشيمه، فده هيوصل للجنين اللي هيتولد لي، فيتولد لي جنين بصحه كويسه، او خروف او نعجه او حسب اللي ايه اللي هيتولد. طيب في حاجات محظورات وانا بحصن ما ينفعش اعملها. طبعا عندنا الواد المتصدع، يعني عندنا ده الحمى الكلاعيه اللي هو الازرق ده، معانا التحصين اللي هو الاحمر ده تحصين الواد المتصدع. الواد المتصدع ده لو نعج عشر تقيل، يعني مثلا عشر 5.5 عشر، اللي هو عشر تقيل خلاص على وش ولاد او فاضل لها شهر تولد، ما تحصنش تحصين الواد المتصدع اللي هو ايه اللي هو الاحمر. لكن الازرق ده اللي هو بتاع الكلاعيه، اي نعجه والده مش والده، عشر مش عشر، فدي حاجه لازم تاخد بالك منها. طيب المعدلات الاستخدام ايه؟ النعجه بتاخد سنتي والخروف بياخد سنتي، كل حاجه بتاخد سنتي، اي حاجه سنتي. طيب ده من الحمى الكلاعيه، ومن الواد المتصدع سنتي برضه. يبقى احنا معانا كده النعجه بتاخد سنتي. ما ينفعش النعجه العشر حصنها من العشر التقيل، لو عشر خفيف عادي، لو عشر 4 عشر 3 عشر 2 عادي، عشر 4.5 عادي برضه. بس العشر التقيل اللي فاضل لها 15 يوم تولد، فاضل لها 20 يوم تولد، بلاش تحصنها من لقاح الواد المتصدع. ديت حاجات لازم تاخد بالك منها. وزي ما قلنا يا جماعه بننوه تاني وننبه تاني، لازم اللقاح يتحافظ في درجه حراره من 2 ل 4 مئويه، ديت ازازه فيها تلج. احنا بنقول الكلام وبنكرره عشان خاطر دي حاجه مهمه، عشان اللقاح انا لو خليته بره كده والجو سخن عليه ولا درجه الحراره عليت عليه اللقاح هيفسد. فانا مش عايز اتعب نفسي ولا حضرتك تتعب نفسك وخلاص. دي حاجه لازم تاخد بالك منها في التحصيل. وخلينا برضو ايه، خلينا ان شاء الله نتعامل مع بعض زي ما تعودنا، وندي ايه، وندي نعجه معاكم كده عشان خاطر تبقى كل حاجه عملي وكل حاجه تبقى على الطبيعه. ده طبعا لقاح ايه؟ لقاح الحمى الكلاعيه اهو. طبعا زي ما انتم شايفين سنت اهو، انا هسحب ايه، انا سحبت سنت، كل نعجه هتاخد معايا سنت بس، واحطه في الميه تاني. ليه؟ عشان خاطر الميه ديت فيها تلج يبقى يتحفظ. طب هل التحصين ده بيتاخد تحت الجلد ولا عضل؟ التحصين ده بيتاخد تحت الجلد، اي تحصين بيتاخد تحت الجلد. خلينا نمشي مع بعض كده.
بس كان قرب. وطبعا هي بس النعجة ايه، النعجة خايفة تحت الجلد اهو. يسلم اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هو بيلسعها شوية بس ده عمل اهو زي ما خدته. طبعا هو في حد بيمسك معايا لف عشان الشمس. طبعا هو في حد بيمسك معايا ده ايه. وانا كده عرفتكم كل حاجة، عرفتكم كل حاجة عملي. لو انت نسيت تشترك في القناة ما تنساش تشترك وتصلي على حبيبك النبي، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.